مساء الفل على كل الناس. حصل اللي جماهير الزمالك كانت خايفه منه. جماهير الزمالك بقى لها يومين عايشه في حلم جميل وتحفيل واحتفالات على خساره مين؟ على خساره النادي الاهلي. مين؟ من ريال مدريد. فين؟ في كاس العالم للانديه. طب انت ليك انت حفل؟ انت خسران من طوب الارض في الدوري، خسران من الفرق المقدمه وفرق المؤخره وفرق وسط الجدول، خسران ثلاثيات وثنائيات. ليك انت حفل؟ ماشي. اهو بيحفل، قلنا يمكن الزمالك خلاص هيتقوم له قومه تاني ويرجع يكسب، يبدا في مشواره في بطوله افريقيا، يخسر اول مباراه على ارضه وسط جمهوره من شباب بلوزداد. في مباراه لو انت ما تعرفش مين لابس ابيض ومين لابس احمر، هتقول اللي لابس احمر ده هو صاحب الارض واللي لابس ابيض ده الضيف. الفرق اللي لابسه ابيض دي اللي هي الزمالك بتلعب من غير روح، اداء متواضع 90 دقيقه. شباب بلوزداد مقدم اداء ولا اروع. النتيجه المفروض تطلع بصراحه يعني تطلع 4-5، ما تطلعش واحد. جماهير الزمالك 90 دقيقه ضيع فرصه واحده، فرصه واحده. فين زيزو؟ مش موجود. فين بقيه الفرقه؟ مش موجود. فين البروف بره؟ فين تدخلاته؟ مش موجود. بان البروف على حياته. كل مدرب يجي دلوقتي محلي ولا من بره بيجي يعلم عليه البروف. انت يا زمالك هو ده مستواك الحقيقي. جماهير الزمالك ما تزعلش والله. جماهير الزمالك مالهاش حق تزعل. جماهير الزمالك هو ده المستوى الحقيقي بتاع الزمالك. الزمالك السنتين اللي فاتوا لو اي حد منصف شاف الزمالك لو توفرت له كل الظروف العادله للمنافسه زي اي فرقه في الدوري مثلا، هيطلع السابع ولا الثامن. الزمالك دلوقتي السادس في الدوري بعد خساره المقاولين. لكن الزمالك كانت ماشيه معاه السنتين اللي فاتوا بالاحتواء والطبطبه والمكالمات اللي فوق والحكام واتحاد الكوره. لو اي منصف هيتكلم هيقول كده. هو ده المستوى الحقيقي للزمالك. الكلام ده لما اتشال من على الزمالك السنه دي بان مستواه الحقيقي. بيعاني ويصارع في الدوري وكمان هو في بطوله افريقيا. ادي البدايه، بدايه بتقول ان مشوار الزمالك هيبقى مريع في البطوله دي. الزمالك هيبقى زي السنين اللي فاتت، يبقى حصلت المجموعه. هو ده الزمالك الحقيقي. وانت جاي تحفل على مين؟ تحفل على الاهلي اللي يلعب بكره على الثالث والرابع. انت متخيل؟ اي عين بجحه، اي بجاحه بتتكلم تحفل على الاهلي اللي بيلعب على الثالث والرابع، بياخد ان شاء الله ياخد الميداليه الرابعه في تاريخه في كاس العالم للانديه في 8 مشاركات، وانت محطوط عليك من طوب الارض. بتحفل ازاي؟ يعني ليك عين تحفل؟ اتفرج على فرقتك. هو ده مستوى الحقيقي. المره دي بقى مين اللي ساحر للفرقه؟ مجلس اداره الزمالك مين اللي ساحر؟ سيد عفيف مش موجود. سيد في المغرب بيسحر الناس بره، مش موجود. مين اللي سحر لك المره دي؟ مين اللي سحر لك في وسط جمهورك وفي ارضك ومع فرقه جزائريه؟ مين؟ دي الحاجه اللي كل يوم تضحك بيها على جمهورك. تمام. واضح ان الزمالك المستقبل بتاعه مظلم السنين الجايه، مظلم. ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي ويوفقه بكره، يرجع لنا بميداليه وتبقى متعوضه ان شاء الله. ودايما يا اهلي مفرحنا، ودايما على قد قدر طموحات جماهيرك. السلام عليكم.